طائرات ضخمة، لا شعار، لا إعلان، لا صوت، فقط محركات تنخر السماء قبل أن تختفي عن الرادار. في تل أبيب ارتجف القرار السياسي، وما يخفيه البحر سيكشفه الصاروخ القادم. وفي واشنطن تداعت الاجتماعات الطارئة وتحركت الأقمار الصناعية، فما عاد أحد يثق في السماء ولا في الحلفاء. ليس خيالا، بل 3 طائرات شحن صينية أقلعت من بكين أعلنت أنها متجهة إلى أوروبا، لكنها هبطت في طهران في عز التصعيد بين إسرائيل وإيران. وفي لحظة كانت الصواريخ تتساقط على تل أبيب، دخلت الصين على الخط، لا بتصريحات بل بحمولة لا يعرف عنها شيء، وفق أكثر شبكات التلفاز الأمريكية انتشارا وموثوقية، وتقول إن الطائرات أطفأت أجهزة التتبع فوق بحر قزوين واختفت، كما لو أنها شبح تاركة خلفها مئات الأسئلة. ماذا تحمل؟ ولماذا الآن؟ ولماذا إيران؟ الجواب ربما لا يأتي من بكين بل من قلب موسكو. غرف عمليات تتابع تقدم الصواريخ الإسرائيلية تحت ضوء الشاشات، بينما رجال الإدارة العليا يناقشون دعما في العلن أم في الخفاء. والرسالة واضحة لطهران: نحن هنا، لكننا نلعب بهدوء. روسيا التي وقعت مع طهران اتفاق شراكة يمتد لربع قرن تعرف أن الوقت ليس للظهور بل للتحرك من الظل بدعم استخباراتي، تنسيق تقني، وربما ما هو أبعد من ذلك. فهل بدأ زمن الحلفاء في الظل؟ وهل تتحول إيران إلى ساحة اختبار لتحالفات لا يعلن عنها؟ ولكن السؤال الآن: إن كانت هذه الطائرات هي البداية، فما الذي سيحلق في الجولة القادمة؟